هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى. هذا صلاح محمد زين يحييكم ويرحب بكم في ساعة اليوم الأربعاء 2 من شهر مارس، وبرفقة فريق الإذاعة الأساتذة والزملاء أحمد القيسي ويوسف بوليسي ومحمد علي موسى. بعد النشرة أوافيكم بتعليق تحت عنوان تحقيق العدالة مطلب الشعب الإريتري وليس مؤامرة كونية. يلي ذلك برنامج محطات مع أحمد القيسي. وختاما قراءة لمقال كتبه الأستاذ محمد رمضان بعنوان السودان وإعادة الشباب الإريتري الهارب قسرا إلى إريتريا. وقتا طيبا ومفيدا أرجوه لكم. مدردي بدي أفوت عارفين مدردي بدي أفوت عارفين مدردي بدي أفوت عارفين. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا، نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا، نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا. كرت اللف من أنبل ما انتو قبلات نبطر، كرت اللف من أنبل ما انتو قبلات نبطر. لو قيو الدايتو يهو نتساقم ونباسر، نقوش نقيس نتعلم وعبيل انتق والعمر، نقوش نقيس نتعلم وعبيل انتق والعمر. اقل فرح فتاينا واباي قل تحسر. صوت المنتدى. نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة صوت المنتدى، وإليكم في مستهلها أبرز العناوين. عصابة إسياس تضع خططا لاغتيال قادة المنتدى معنويا وجسديا، والمنتدى يتحصل على قائمة الأسماء المختارة لتنفيذ المهمة. التجار وأصحاب المحال في أسمرة يفشلون اجتماعا لرمضان أولياء. بعد الحشود والتهديدات الإثيوبية، العصابة الحاكمة تطلق سراح المختطفين الإثيوبيين.
إلى تفاصيل الأخبار. في تطور يوحي بضيق النظام الاستبدادي بتحركات قادة المنتدى الإريتري للحوار الوطني التي تهدف إلى لم شمل قوى المعارضة الإريترية في الشتات وإلى ربط الحراك الداخلي المقاوم مع نظيره بالخارج، تعكف عناصر النظام الأمنية في وضع الخطط التي ترمي إلى اغتيال وتصفية قيادات المنتدى معنويا وجسديا. وأوضحت مصادر إذاعتنا أن النظام سيقوم بعمليات التصفية المذكورة معتمدا على عناصره المتواجدة في مختلف بقاع العالم، والتي تسللت بين أوساط المعارضة وتعمل على نشر البلبلة وتعميق خلافاتها وتبايناتها. وأشارت مصادرنا إلى أن إحدى هذه الخطط تستهدف تشويه سمعة هذه القيادات بإشاعة أنها مرسلة من النظام، وذلك عبر نشر وثائق مزورة أعدت بعناية في مكتب الرئيس والمكتب المركزي لحزب العصابة، وثائق تدعي صلتهم بالنظام الاستبدادي وإظهارهم وكأنهم مرسلون من النظام للتشويش على المعارضة بالخارج. ويقوم بذلك عملاء أجهزة النظام الاستخباراتية المزروعين في هياكل قوى المعارضة الإريترية والذين تقدموا باللجوء السياسي في بلدان إقامتهم، وهم أفراد كانوا يعملون في مختلف مؤسسات الحكومة، من بينها جهاز الاستخبارات المعروف ب72، وصحفيون وفنانون وجنود سابقين بالجيش الشعبي لتحرير إريتريا. وتشير التقارير إلى زيارات قاموا بها مؤخرا إلى إريتريا لاستلام هذه الوثائق المفبركة. وشهدت الآونة الأخيرة محاولات لتشويه سمعة بعض المناضلين الذين كانوا يعملون في الحكومة، وذلك عبر تزويد بعض المواقع بمعلومات مغلوطة وتأليب الرأي العام الإريتري عليهم، كما حاولوا التأثير على حكومات البلدان التي يقيمون فيها عبر الاتصال وتقديم العرائض الكاذبة عنهم بغرض التشكيك في نزاهتهم وقدراتهم العلمية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المنتدى الإريتري للحوار الوطني عن حصوله على تفاصيل الخطط الإرهابية التي يزمع النظام القيام بها وحصوله على قائمة الأسماء التي ستقوم بتنفيذها، إلا أنه يتحفظ في الوقت الراهن عن إذاعتها. هذا وتضم قائمة أسماء العملاء أفراد ينتظرون تسهيل النظام لخروج أسرهم من إريتريا للانضمام إليهم، تعبيرا عن رفضها للسياسة الضريبية الجديدة والأتاوات المتعددة الأسماء. خرجت جموع من المحتجين على اجتماع ترأسه حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي، وكان الاجتماع قد عقد بقاعة البلدية في 24 من فبراير المنصرم بحضور ممثلي الوزارات الخدمية واستدعاء كل أصحاب المحال التجارية، بهدف الدعوة إلى سداد المستحقات الضريبية وفواتير الكهرباء والمياه والحراسة الليلية، ونقل النفايات والمساهمة في تغطية تكلفة الاحتفالات الرسمية. وأعلنت ممثلة وزارة السياحة عن إغلاق عدد 280 من محلات الخدمات والمقاهي بسبب التأخر في سداد الضرائب عن العام 2015، بينما أوضح ممثل وزارة المالية أن الضرائب حددت وفق تقديرات مصلحة الضرائب منعا لتلاعب أصحاب الرخص التجارية في كتابة الدخل الحقيقي لهم، وهدد بإغلاق المزيد من المحلات. إلى ذلك تحدث عدد من الحضور عن عدم تقديم الحكومة لأي من الخدمات، وأنهم يحصلون على السلع الضرورية بطرقهم الخاصة، كما أنهم يوفرون الطاقة الكهربائية والغاز والمياه والحراسة الليلية ونقل النفايات أيضا بوسائلهم الخاصة. وبعد احتدام الحوار غادر عدد كبير من المواطنين قاعة الاجتماع، ولم يكترثوا لدعوة حاكم الإقليم بالالتزام والجلوس حتى نهاية الاجتماع، مما أجبره على رفع الجلسة بعد تهديد ووعيد بفرض أقصى العقوبات على أصحاب المحلات التجارية والخدمية. منعت سلطات البلدية في أسمر المواطنين من استخدام المياه المجلوبة من الآبار المنتشرة في أحياء أخرية ومادشتو ومايتشوهوت وقدايف وقحوتة وماركاتو وأربعة اسمراء وعداق عربي، وكانت تلك الآبار تحل للمواطنين جزءا من أزمة المياه المستفحلة في العاصمة وضواحيها. وجاء قرار المنع مستصحبا بتهديد شديد اللهجة لأصحاب تلك الآبار بإنزال أقصى العقوبات عليهم في حال استمرارهم في بيع المياه للمواطنين. ولم تكن الدوافع لإصدار هذا القرار المفاجئ ذات صلة بصلاحية مياه الآبار،
بل أن السبب هو عدم تمكن الحكومة من حصر كميات المياه المستخرجة من تلك الآبار لفرض الضرائب على أصحابها. في اللقاء التقييمي لأداء وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي خلال العام 2015، أعلن مسؤول التعليم بالإقليم الأستاذ غرزجهيرت والدي عن تفاقم المشكلات تعيق العملية التعليمية، وقال أن هنالك مشكلات مزمنة تتمثل في النقص الحاد للمعلمين والكتاب المدرسي والمستلزمات الأخرى. لكن في الموسم الدراسي 15 و16 بعد 2000 زاد عليها عدم وجود الطلاب أيضا، حيث تدنت نسبة حضور الطلاب إلى أقل من 30% من مجمل الطلاب في مدارس الإقليم. جاء ذلك التصريح الهام في لقاء تقييمي انتظم بقاعة السينما مندفرة يومي أمس الثلاثاء وأول أمس الاثنين، حضره قادة القطاع التعليمي بالإقليم الجنوبي وممثلي مجالس الآباء في مدارس الإقليم. خلافا لمراوغات نظام الطاقية السياسة أفورقي بشأن خدمة السخرة المسماة خدمة وطنية، جاء وزير إعلامه ليكشف نوايا النظام الحقيقية بهذا الشأن، فقد أكد يماني قبر مسقل أن حكومته سوف تستمر في برنامج عسكرة الشباب إلى أجل غير مسمى. الجدير بالذكر أن هذا التصريح لوكالة رويترز جاء عقب تصريحات سابقة وتعهدات قدمها النظام القمعي لدول الاتحاد الأوروبي بوضع حد زمني للخدمة العسكرية لا يتجاوز 18 شهرا. هذا وتشير الأنباء الواردة من إريتريا بأن الشباب والفتيات يفرون من الجيش والخدمة العسكرية رغم زيادة الرواتب المعلن عنها، في دلالة واضحة بأن غياب الحريات هو جوهر ما يعاني منه الشعب الإريتري وليست الأوضاع الاقتصادية وحدها. من جهته ذكر وزير خارجية نظام الاستبداد عثمان صالح لوكالة رويترز الأنباء بأن حكومته سمحت لممثلي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة سجن سنبل، ومن المعروف أن نزلاء سجن سنبل هم من المحكوم عليهم في قضايا جنائية، وليس من بينهم سجين رأي سياسي أو معتقد ديني أو متهم بالهروب من الوطن الذي استباحته سلطة الاستبداد. واعتبرت لجنة تقصي الحقائق لحالة حقوق الإنسان في إريتريا مسألة فتح سجن سنبل بأنه دعاية إعلامية للعلاقات العامة فقط، ولا صلة له بملفات التهم الموجهة ضد النظام بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من سجن وتعذيب وقتل وخدمة وطنية طويلة الأمد. وقالت اللجنة أن النظام عليه أن يسمح لها بالوقوف على الأوضاع بنفسها لأنها المعنية به. تناقلت وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية أنباء عن إطلاق نظام أسمر سراح أكثر من 80 مختطفا إثيوبيا عقب الحشود العسكرية على الحدود والتهديدات الإثيوبية بشن الحرب ضده. وحسب وسائل الإعلام فإن العصابة الحاكمة في إريتريا أطلقت أمس الأول سراح المختطفين الإثيوبيين الذين عادوا إلى إثيوبيا عبر السودان. من جهتها ناشدت جيبوتي إريتريا بإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين المعتقلين لديها، حيث طالب سفيرها في دولة قطر السيد مؤمن حسن حكومة إريتريا بضرورة الإفراج عن الأسرى الجيبوتيين لديها، والبالغ عددهم 17 أسيرا. جاء ذلك في حوار أجرته معه جريدة الوطن القطرية الصادرة في 28 من فبراير الماضي. وقال السفير الجيبوتي: لقد صبرنا طويلا، فالمواطن الجيبوتي ضاق ذرعا وهو ينتظر إطلاق سراحهم طوال مدة 5 سنوات دون أي بارقة أمل بشأن الإفراج عنهم. الجدير بالذكر أن السلطات الإريترية أسرت عددا من الجنود الجيبوتيين أثناء المعارك التي اندلعت على طول الحدود بين جيبوتي وإريتريا عام 2008، وأن قطر حاولت التوسط بين البلدين، إلا أن وساطتها لم تجد الاهتمام والاستجابة من قبل رأس العصابة الحاكمة في إريتريا. نهاية النشر. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعفى عدنا تدلاكنا، نتعمر جرادينا، نتعفى عدنا تدلاكنا،
لتعمر جرادينا. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا. نتعب بعدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا، نتعب بعدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا. كرت ام بالله لجا قالب من هلا، كرت ام بالله لجا قالب من هلا. جلاب قطوع شعبنا إريتريا ومدرا، نتعفى من قبلات يوم تامع البدرة، نتعفى من قبلات يوم تامع البدرة. حاوية انت السانينا عدنا مثلنا عمرا. صوت المنتدى. تحقيق العدالة مطلب الشعب الإريتري وليس مؤامرة كونية. في هذا العام الجديد 2016 نرى أن أولى مهام سفارات دولة إريتريا بالخارج إعداد برنامج تتصدى من خلاله للجنة الدولية المكلفة بمهام التحقيق في حالة حقوق الإنسان في إريتريا، حيث أعدت من قبل الحكومة الإريترية المادة التعبوية التي تقدم لقطاعات الشعب الإريتري، وهي مادة مفعمة بشعارات الحفاظ على الوطن والسيادة المفترى عليها. هذا الوطن الذي تمت على أرض الواقع عملية تجريفه لعقود عجاف من خلال سياسات حكومة الدكتاتور. فالحكومة طلبت من أتباعها ومؤيديها نفيرا إغاثيا عاجلا غير آجل ليبعثوا برسائل مكتوبة أو مسجلة بالفيديو إلى اللجنة الدولية حول حقوق الإنسان في إريتريا، يعربون فيها عن رفضهم لتقريرها، على أن يتم ذلك عبر كافة الوسائل وبلغات التجرينيا والإنجليزي وحتى العربي، مستنفرة بعض التبع بمفردات محشوة تهويلا وتخويفا، ومستنجدة بشعارات مثل كرامة الوطن وسيادته الوطنية، مذكرة بأنها في سبيل إنجاح الحملة كونت لجان عديدة ومخططات لكيفية إيصال هذه الاحتجاجات إلى الجهات المعنية بالأمم المتحدة، موصية في ذات الوقت بعدم الاستسلام إلى اليأس. من خلال وقوفنا بالتحليل على الخطاب الموجه ضمن هذه الحملة نخلص لجملة من المفاهيم المغلوطة التي اعتاد النظام على تسويقها والتدثر بها. أولا، إن مطلب إحقاق العدالة في إريتريا هو مطلب الشعب الإريتري بالأساس وليس مطلب أي جهة أجنبية، فالذي يختطف ويعتقل ويقتل هو الشعب الإريتري وليس أي شعب آخر، وأن الذي حرم من الحريات ومن إدارة شأنه الوطني وتمت خيانة أمانة شهدائه وشرد في أسقاء المعمورة هو الشعب الإريتري وليس جهة أجنبية. لهذا من الطبيعي أن يكون العدل ودولة القانون وضبط الجناة ومحاكمتهم مطلبا شعبيا في إريتريا. قولنا أن مطلب العدالة هو مطلب الشعب الإريتري بالأساس ليس حديثا نظريا طوباويا، فعشرات الآلاف من أبناء شعبنا في معتقلات الاغتيال لمطالبتهم بدولة العدالة، وأكثر من 1,000,000 إريتري شرد من وطنه لغياب العدالة. وكما هو معلوم أن حق التظاهر السلمي في إريتريا ممنوع، بل يعد جرما وخيانة وطنية تؤدي بمن فكر فيها إلى مكان خلف الشمس. أما دول الحريات وحقوق الإنسان شهدت موجات بشرية إريترية تظاهرت مطالبة بدولة القانون في إريتريا، فمن كل أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط واستراليا تجمعوا في جنيف بسويسرا وفي نيويورك بأمريكا لتذكير المجتمع الدولي
بحقهم في الحصول على التضامن الدولي ومناصرة حقهم الإنساني. فتحقيق العدل والديمقراطية وسيادة حكم الشعب ليس ضد إريتريا وليس ضد سيادتها، بل هو صمام الأمان لسيادتها ووحدة شعبها. لهذا إن مطلب تحقيق العدالة في إريتريا هو مطلب الشعب الإريتري وليس مؤامرة كونية. ولا نود أن نقول أن المؤامرة الكونية إن وجدت هي التي تبقي نظام حكم الفرد المستبد في إريتريا حتى الآن. ثانيا، ظلت الحكومة غير الشرعية في إريتريا تردد على الدوام إما أن يسود حكم الزعيم أو الوطن والوحدة الوطنية في خطر، أي أنا ومن بعدي الطوفان. وللحقيقة تعد هذه المفاهيم قديمة وبالية ونظريات ديكتاتورية عفى عليها الزمن. لكن وللأسف بحكم أن الأنظمة الشمولية تعمل في التجهيل بشكل ممنهج يربك خطابها بعض قطاعات الشعب. نحن الآن كشعب ووطن في حالة طوفان ناجمة من سياسات الزعيم الأوحد، وهذا أمر غير خاف عن كل عين بصيرة ومبصرة. فالوطن السيادة فيه ليست للشعب، والكثير من أحراره تحت الأرض، وحرمة ترابه منتهكة عمليا لأكثر من عقد من الزمن، وسلمه الاجتماعي تضرر كثيرا جراء سياسات فرق تصد. أما الألغام الإضافية التي ستنفجر بعد الطاغية ما هي إلا من زراعته بالأساس. وهنا من نافلة القول التأكيد بأن الحريص على سيادة إريتريا ووحدة شعبها هو الشعب الإريتري الذي ضحى من أجلها بفلذات أكباده، وليس هذا الزعيم أو ذاك. ثالثا، يتم الحديث من قبل الحكومة بأن الرئيس والحكومة والدولة وكأنهم شيء واحد يتماهى مع بعضه البعض تحت اسم إريتريا، وذلك بهدف الاستثمار في العاطفة الإريترية الجياشة حيال هذا الوطن، فضلا عن استثمار الحكومة في التجاهل الدولي غير المبالي تاريخيا بقضايا شعبنا. لهذا نجد خطاب الحكومة يكيل الاتهامات للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عدم إيرادها في تقريرها فقرات عن الانتهاكات الإثيوبية لحقوق الإنسان في إريتريا خلال مرحلة الاحتلال، في إيماءة بائسة تسعى من خلالها للتدليل على أن إريتريا هي المستهدفة، لتعزز في الذاكرة الاجتماعية للشعب الإريتري المخزون المرير حيال التجاهل الدولي الذي كان إبان الكفاح المسلح. ومن جهة أخرى نجد خطاب الحكومة الإريترية يغوص في عمق النسيج الاجتماعي الإريتري بلغة إيحائية مفخخة ليبدأ من خلالها فرز الأكوام، إذ نجد في خطابه حديثا عن الأكثر نضالا والأكثر استشهادا وما إلى ذلك، كما نجد حكومة الطاغية وبجرأة تحسد عليها تصف الشعب الإريتري الذي تقدم بشهاداته أمام لجنة التحقيق الدولية بأنهم أناس غير معروف مواطنتهم وهوياتهم وأماكنهم ووظائفهم. وفي سياق نحيقها هذا أشارت إلى معسكرات في إثيوبيا وجيبوتي، وتهكمت كذلك على التقرير الذي اتهمها باضطهاد الكنامة والعفر، وفي كل ذلك رسائل تجسد بها سياسات فرق تصد. يذكر أن اللجنة الدولية وبعد أن منعتها الحكومة الإريترية من تأشيرة الدخول إلى إريتريا التقت بالعديد من الإريتريين في أنحاء متفرقة من العالم بهدف الوقوف على إفاداتهم، وخلصت إلى أن حالة حقوق الإنسان في إريتريا ترقى إلى مصاف جرائم ممنهجة في حق الإنسانية. إن ما يمر به النظام الاستبدادي في إريتريا هي حالة ذعر حقيقية، وهي حالة مشابهة لكل حالات العد التنازلي للأنظمة المشابهة، وهو ليس النموذج الاستبدادي الوحيد، فالتاريخ القريب قبل البعيد علمنا الكثير عن خصائص وملامح وخطوات نظرائه من الأنظمة المماثلة وطريقة خروج أنفاسها الأخيرة. إن استحكام الرفض الشعبي بالداخل يتجلى في صور شتى، وتكتمل حلقات هذا الاستحكام بالتظاهرات الإريترية في الخارج، والتي ظلت طوال العام الفائت تهتف بأعلى صوتها: لا للاستعباد، نعم للحرية، لا للاستعباد،
نعم للعدالة. وأخيرا نذكر فخامة الرئيس بأن الجزاء من جنس العمل، وأن حصاد الزرع من جنس النبتة. بقلم محمد علي موسى. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. متى تنزل رحمة الله علينا حتى نتخلص من الذي نحن فيه؟ قبل تناول لب الموضوع لا بد من الإشارة والتأكيد بأن إريتريا شعبا ووطنا قد تبوأت المرتبة الأولى في المعاناة والتضحية على مدى التاريخ الحديث قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال، قياسا لدول القرن الأفريقي والشرق الأوسط. هذا إذا استثنينا القضية الفلسطينية لخصوصية هذه القضية. والتحدي الذي واجه به الشعب الإريتري من أصناف القوى الداخلية والخارجية كان يقابلها بالمقابل فاتورة من الشهداء والضحايا والدمار. لم تنكسر إرادة هذا الشعب حتى في أصعب المنعطفات الحرجة في الثورة. سعى الكثيرون كلا بوسائله أن يثني أو يكسر هذه الإرادة. الإثيوبي بالدمار والقتل وإحراق كل ما له صلة بالحياة رغم انعدام مقومات حياة في الريف الإريتري أصلا. والثورة وتنظيماتها وما حملته من عيوب النشأة والتكوين والعجز الذي استدعى جميع أدوات التخلف إلى جسم الثورة وتوجهاتها، مما أدخل الثورة في نفق مظلم ولزمن طويل. والشعب يدفع، ولكن إرادته بقيت متماسكة وتزداد رسوخا. كان الشعب يتجنب الدخول في نقاش بيزنطي عهدناها من أنصاف المثقفين في التنظيمات حينها، وكانت جملة واحدة تحكم موقف الشعب والمعبرة عن وعي ومسؤولية: أولادنا ليكن الله معهم. عبارة تتردد كالصرخة في شرق وغرب إريتريا. وفي المرتفعات نفس العبارة: دقنا زجهري حق الزم. لو لم يكن موقف الشعب الإريتري قائما على هذا المبدأ لما شاهدنا استقلال ولا حرية ولا علم ولا ديكتاتور كان يمكن أن تطوى مثلها مثل عشرات القضايا في هذا العالم. إصرار الشعب الإريتري أن يبقي شعلة نضاله متوهجة لنيل حريته وبناء وطنه وسياقة مستقبل أبنائه هي السر والمعجزة في كل الانتصارات التي تحققت في حرب التحرير أو حروب الحماقات التي صنعها من تولوا قيادته. مأساة هذا الشعب وهذا البلد بالمختصر المفيد هو فينا نحن من نعتبر أنفسنا بالنخب السياسية وبمختلف توجهاتنا السياسية ومواقعنا وتوزعنا في الإطر التنظيمية سابقا: جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. إن ما جرى في كلا التنظيمين من نهايات هي في المحصلة مأساوية، وما يجري ونشاهده في الحياة السياسية الإريترية نظاما ومعارضة هو تحصيل حاصل في عجز النخبة القائدة في معالجة المسألة الوطنية برؤية تنطلق من الواقع بحقائقه القائمة دون استعارات بليدة من تجارب بعيدة. كان الفكر الماركسي هو الأكثر جاذبية في السبعينات،
وكلا التنظيمين رفع راية الماركسية باستحياء لحساسية الفكر من الناحية الفلسفية، ولكنه كان كأداة أيديولوجية فعالة لمواجهة النزعات المتخلفة من قبلية وطائفية وخلافها. وللأمانة التاريخية فإن الفكر اليساري عموما كان حاضنا أمينا للحركات الوطنية في صراعها ضد الاستعمار ومعارك التحرر على مستوى العالم الثالث. وكانت الشعارات اليسارية حول العدالة الاجتماعية والطبقة الكادحة ودورها التاريخي عاملا كبيرا في التعبئة وفي التضليل أيضا بكل أسف. لذا لا يجب تضخيم دور الأحزاب السرية في كلا التنظيمين، حزب العمل في الجبهة أو حزب الشعب في الشعبية، سلبا أو إيجابا. هذه المسائل بحاجة إلى تقييم خاص لحساسية الموضوع وللكم الهائل من الشهداء الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لوطنهم ولمبادئ آمنوا بها من أجل مستقبل بلادهم وأولادهم. كانت هذه الأحزاب ملهمة في حينها، وكان دورها حاسما في أشد الأوقات وأكثرها حساسية، وفي نفس الوقت حملت من السلبيات ما أدى إلى السقوط المدوي لها. لكن المؤسف في الموضوع هو غياب التقييم الموضوعي للتجربة السياسية على مدى 40 عاما لكلا التنظيمين، جبهة التحرير الإريترية أو الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، حتى يمكن تلمس الطريق الصحيح للخروج من المأزق الحالي والضحية فيه شعبا ووطنا، بينما المهرجون في حلقات التعصب الأعمى لهذه التجربة أو تلك منتشرون بلا حساب هنا وهناك، ضاربون أخماسا في أسداس في كيل الاتهامات والتنقيب في كيل المديح والبطولات المصطنعة، بينما البطولة بلا جدل هي للشعب الإريتري لا غير. تلك الحقيقة الغائبة على الكثيرين. معرفة دور وأهمية ما كان سائدا سياسيا يكشف الكثير من الحقائق لما وصلنا إليه، وكيف وصلنا إلى مرحلة ليس تنظيمين أو 3 بل العشرات من التنظيمات والعشرينات، وكلها تقريبا عبارة عن كواكب تدور في فلك التنظيمين الرئيسيين الجبهة والشعبية، أقله من الناحية السياسية. بل إن العناصر المكونة والمحركة في جميع هذه التنظيمات أتت من كلا التنظيمين. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الجديد سياسيا لهذا التعدد الغير مبرر؟ أوليست الأطروحات السياسية هي والاتهامات هي؟ في اعتقادي إن لب المشكلة وجوهرها يكمن في عجز كلا التنظيمين في التصدي الحقيقي للقضايا الجوهرية من خلال مشروع وطني جامع يستجيب ويتصدى من أجل مشروع وطن واحد وشعب واحد، دون استعارات لنظريات وفلسفات من واقع آخر على شاكلة القوميات 9. فإذا كانت إريتريا لديها 9 فالجارة إثيوبيا لديها حوالي 100، أما السودان فقد يتجاوز ذلك الرقم، وهكذا هلم وجر على امتداد القارة الأفريقية، أي إنها مشكلة عالم ثالثية بامتياز. ولذا فالاستعارة من المرحوم كارل ماركس ليس حلا للمشكلة. وللأمانة التاريخية فإن كلا التنظيمين قد وضعا نصب أعينهما المواجهة العسكرية كأولوية تسمو على بقية الأولويات، أما ما عداها كان يعالج من خلال برامج سياسية فضفاضة وديماغوجية خطابية ومزاودات في المواقف وتسويق خطاب اتهامي برجعية هذا وتقدمية ذاك. ومن أجل سحب البساط من الطرف الآخر استقلت أدوات الواقع الاجتماعي المتخلف والرواسب التاريخية في التجربة لتبرير حجم ومبرر الخلافات وشرعنة وجود هذا الطرف أو الطرف الآخر. بل بلغ الأمر حدا في الجانب الآخر من هذه الصورة التراجيدية. كان كلا التنظيمين يعانيان من تناقضات سياسية داخلية،
بعضها تم تجميده بحجة الأولوية للمواجهة العسكرية، والبعض الآخر من المطالب تم تصفية أصحابها جسديا أو عبر الاعتقالات في سجون لا يعلم إلا الله وحده مواقعها. هذه الصورة المأساوية هي النمط السائد في كلا التنظيمين أبان حرب التحرير، وإن اختلفت الوسائل الفنية في هذا السلوك بين أسلوب الجبهة وأسلوب الشعبية، ولكن في المحصلة فالنتيجة واحدة. كانت الجبهة هي الأكثر هشاشة، فما أن وصلت مرحلة المواجهة العسكرية بينهما حتى تفككت الجبهة بسهولة. وواقع الأمر أن عنتريات الشعبية وقدراتها العسكرية لم تكن سببا في هذه الهزيمة المنكرة، بل إن التناقضات الداخلية بلغت حدا لا يمكن معه إدارة معركة بصورة متماسكة. أضف إلى ذلك الغباء السياسي لقيادة الجبهة حين افتعلت مشاكل مع جبهة تيغراي بدلا من أن تحاول تحييدها على أقل تقدير، وهكذا كسبت الشعبية حليفا لها في معركتها ضد الجبهة. وأذكر شخصيا حجم الخلاف الذي كان سائدا بين الشعبية وجبهة تيغراي حينها، إلا أن الأقدار لعبت دورا عند هذه النقطة، ولذا نجدهم الآن يتحسرون على هذه الأخطاء المميتة التي وقعوا فيها. من خلال هذه الصورة العامة للواقع السياسي أبان الكفاح المسلح نستخلص الحقيقة المرة، وهي أن الأمور لم تكن سمنا على عسل، بقدر ما أضافت تجربة الكفاح المسلح من خلال التنظيمين الرئيسيين تعقيدات جديدة إلى جانب تعقيدات الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي، بل وسخر في جوانبه المتخلفة كأدوات في هذا الصراع. وفي المحصلة تركت هذه الصراعات بصمتها على الواقع السياسي الإريتري، لم يشفع معها لا استقلال البلاد ولا رفع الأعلام ولا النشيد الوطني ولا التلفزيون الرسمي وتهريجه شعب واحد وقلب واحد، حد حزبي حد لبي، ولا الوعد الكاذب لرئيس النظام بخلق الجنة الموعودة ولا سنغافورة أفريقيا. والمحصلة هو هذا الكم الهائل من التنظيمات المعارضة والتجمعات ذات الطابع الإنساني والمنظمات ذات الطابع المدني وهلم جر، والنشاط المحموم في وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن ما كان مختبئا في الصدور أو ما كان في عداد تابوهات مرحلة الكفاح المسلح. هذه الصورة للواقع السياسي الإريتري تبرز الحقيقة الجلية جدا، وهي أن ما يجري في الواقع السياسي حاليا هو نتاج وحصيلة لتجربة الكفاح المسلح على مدى 30 عاما، وقيام المشروع الوطني لخلق وطن واحد وشعب واحد، وبناء الدولة المدنية والمواطنة المتساوية والتنمية المتكافئة والعدالة الاجتماعية. إن ما نشاهده اليوم لا يعكس واقع الشعب الإريتري كشعب يعاني من الانقسام والتشرذم، بقدر ما يعكس التجربة السياسية القاصرة. وما نشاهده من موزايك التعدد السياسي والتنظيمي هو انعكاس الممارسة الخاطئة لتجربة التنظيمين الرئيسيين الجبهة والشعبية بصفة خاصة، والتجربة السياسية الإريترية بصفة عامة، وانعدام التقييم الموضوعي والعلمي لهذا الامتداد التاريخي الغني بالعبر والدروس. إن المحاولة والمبادرة التي قامت بها مجموعة المدرخ في تجميع تنظيمات المعارضة تعتبر الخطوة الأولى الموفقة، ولكن هناك مشوار طويل بحاجة لرؤية سياسية تتجاوز الماضي بكل سلبياته، ونحن على أبواب مرحلة يعد فيها النظام الإعلان عن دستوره الموعود في ذكرى الاستقلال. ومن البديهيات ليس عنوان مضمون هذا الدستور لملمة المشاكل التي خلفها النظام، بل مزيد من تعميق المشاكل، وأولها سحق المعارضة دون رحمة وتعريتها سياسيا وبأنها كيانات سياسية تدور في حلقات مفرغة. تبقى الكلمة الأخيرة نوجهها للأخوة الذي جعلوا من تجربة جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا كتجارب مقدسة وعدم المساس بها. نعود ونكرر أن الشعب الإريتري هو البطل أولا وأخيرا،
وهذا الشعب ما زال قادرا ومستعدا لتقديم التضحيات في سبيل مستقبله ومستقبل أبنائه، حين يجد الطليعة القادرة على قيادته وليس المتسلطة عليه. فلتنزل رحمة الله علينا نحن النخب حتى نتخلص من الذي نحن فيه. لكم التحية، وإلى لقاء في حلقة قادمة. أحمد القيسي. السودان وإعادة الشباب الإريتري الهارب قسرا لإريتريا، بقلم الأستاذ محمد رمضان. إن الضمير الإنساني يستوجب التعامل بإنسانية مع معاناة الشعوب، وعلى الأنظمة أن تراعي في سياساتها وقراراتها وقوانينها مصالح الشعوب وأوضاعها. وحين تكون العلاقة بين شعبين تربطهما أواصر الدم ووشائج التاريخ والجغرافيا، ينبغي أن تتضاعف المراعاة ما يستوجب إبعاد علاقات الشعوب ومصالحها من التقلبات السياسية وصراعات الأنظمة، حفاظاً على السلم الاجتماعي ومنعاً لها من التدهور وترسيخاً لمبدأ استقرار الشعوب. السودان هو العمق التاريخي لإريتريا، ولعب الشعب السوداني دوراً أساسياً في دعم الثورة في بواكير انطلاقتها حتى اشتد عودها ونجحت في شق طريقها النضالي، والذي توجته بالاستقلال التام في 24 من مايو عام 1993 من إثيوبيا. لكن الأنظمة السودانية للأسف كانت تغايض بالثورة الإريترية وتتعامل معها وفق مصالح آنية قصيرة النظر، دون اعتبار لقضية شعب يناضل من أجل تحقيق استقلاله ونيل حريته كبقية شعوب الأرض. وجبهة الإنقاذ النظام الحاكم لم تختلف كثيرا في تعاملها مع قضايا الشعب الإريتري من الأنظمة السابقة، وإن كان لها فضل كبير في فتح أبواب الجامعات السودانية للطلاب الإريتريين وفي مختلف التخصصات العلمية مجانا، وهي لفتة تستحق الإشادة والشكر. إريتريا جحيم لا يطاق، خدمة وطنية إجبارية بلا مقابل وبلا سقف زمني محدد تطال الجميع حتى من يبلغ 70 خريفا، لا حرية في السفر للخارج وحتى التنقل بين المدن، وبالطبع لا تسأل عن وضع الحريات والخدمات والقانون، فحتى الحلم بها ممنوع ناهيك عن المطالبة بها. وعوضا عن ذلك فقد توسع النظام في بناء السجون، ففي كل بقعة سجن، وتفنن في تعذيب المعتقلين وإذلال المواطنين بشتى الطرق والوسائل. وفقا لمنظمات حقوقية وإنسانية إريترية، فقد بلغ عدد المعتقلين منذ عام 2001 أكثر من 10,000 معتقل، منهم 28 صحفيا مات معظمهم تحت التعذيب. باختصار، في إريتريا لا يوجد بها الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والقانونية ما يستدعي التقدير للوضع القائم هناك. الوضع المأساوي المذكور أعلاه جعل الوطن طاردا، وفرض على الشباب الإريتري الهروب من الوطن الذي أصبح مقبرة إلى كل من السودان وإثيوبيا بأعداد كبيرة بصورة شبه يومية، وفتحت
لهما الدولتين معسكرات إيواء. ولكن المؤسف أنه في السودان يتم تقديم بعضهم للمحاكم وتطبق عليهم المحاكم عقوبة الدخول غير الشرعي للبلاد، وهي الإعادة قسرا لبلادهم. ويقوم الصليب الأحمر بدور كبير في المحاكم السودانية للحيلولة دون إعادتهم غسرا، وقد نجح بصورة كبيرة في منع إعادة الكثيرين بالترافع عنهم في المحاكم. ولكن من لم يجد فرصة تدخل الصليب الأحمر فتتم إعادته قسرا، مما يعتبر انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية وتعريض حياة هؤلاء للخطر. عليه نطالب الجهات الرسمية السودانية بعدم إعادة الهاربين لإريتريا وعدم تقديمهم للمحاكمات تقديرا للظروف السياسية التي يمر بها الشعب الإريتري في ظل النظام، وهو حق إنساني رعته الشرائع السماوية والأعراف فضلا عن مواثيق الأمم المتحدة. إن الشعوب الأفريقية تحكمها أنظمة موغلة في القمع تغتصب جميع حقوقهم وتحرمهم حتى العيش بكرامة في الأوطان، فتضطر الشعوب اضطرارا للهجرة بحثا عن الأمن والأمان والحياة الكريمة. وإن النظام في إريتريا يمارس الظلم والقمع بصورة لا يمكن تصورها مطلقا، ويختلف عن جميع الأنظمة الدكتاتورية في التاريخ البشري قاطبة لانتهاكاته الخطيرة لأبسط الحقوق. ولهذا يتوجب على الشعوب تقدير ذلك، وعلى الأنظمة أن تراعي ظروفه احتراما للإنسانية التي تجمع جميع بني البشر بمختلف ألوانهم وأجناسهم ودياناتهم، خاصة وأن الشعب الإريتري يعيش مأساة ومحنة من نوع مختلف لم يشهد التاريخ المعاصر لها مثيلا. ومن يعتقد أننا نبالغ في الوصف نطالبه بزيارة واحدة لهذا البلد المحكوم بنظام غريب الأطوار والسلوك. بقلم الأستاذ محمد رمضان، كاتب إريتري. إلى ضغاة العالم، من قصيدة للشاعر أبو القاسم الشابي. ألا أيها الظالم المستبد، حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء، وسرت تشوه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباه. رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذاري فتحت الرماد اللهيب، ومن يبذر الشوك يجني الجراح. تأمل هنالك أنا حصدت رؤوس الورى وزهور الأمل، ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل. سيجرفك السيل، سيل الدماء، ويأكلك العاصف المشتعل. صوت المنتدى. نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة صوت المنتدى، وإليكم في مستهلها أبرز العناوين. عصابة إسياس تضع خططا لاغتيال قادة المنتدى معنويا وجسديا، والمنتدى يتحصل على قائمة الأسماء المختارة لتنفيذ المهمة.
التجار وأصحاب المحال في أسمرة يفشلون اجتماعا لرمضان أولياء. بعد الحشود والتهديدات الإثيوبية، العصابة الحاكمة تطلق سراح المختطفين الإثيوبيين. إلى تفاصيل الأخبار. في تطور يوحي بضيق النظام الاستبدادي بتحركات قادة المنتدى الإريتري للحوار الوطني التي تهدف إلى لم شمل قوى المعارضة الإريترية في الشتات وإلى ربط الحراك الداخلي المقاوم مع نظيره بالخارج، تعكف عناصر النظام الأمنية في وضع الخطط التي ترمي إلى اغتيال وتصفية قيادات المنتدى معنويا وجسديا. وأوضحت مصادر إذاعتنا أن النظام سيقوم بعمليات التصفية المذكورة معتمدا على عناصره المتواجدة في مختلف بقاع العالم، والتي تسللت بين أوساط المعارضة وتعمل على نشر البلبلة وتعميق خلافاتها وتبايناتها. وأشارت مصادرنا إلى أن إحدى هذه الخطط تستهدف تشويه سمعة هذه القيادات بإشاعة أنها مرسلة من النظام، وذلك عبر نشر وثائق مزورة أعدت بعناية في مكتب الرئيس والمكتب المركزي لحزب العصابة، وثائق تدعي صلتهم بالنظام الاستبدادي وإظهارهم وكأنهم مرسلون من النظام للتشويش على المعارضة بالخارج. ويقوم بذلك عملاء أجهزة النظام الاستخباراتية المزروعين في هياكل قوى المعارضة الإريترية والذين تقدموا باللجوء السياسي في بلدان إقامتهم، وهم أفراد كانوا يعملون في مختلف مؤسسات الحكومة، من بينها جهاز الاستخبارات المعروف ب72، وصحفيون وفنانون وجنود سابقين بالجيش الشعبي لتحرير إريتريا. وتشير التقارير إلى زيارات قاموا بها مؤخرا إلى إريتريا لاستلام هذه الوثائق المفبركة. وشهدت الآونة الأخيرة محاولات لتشويه سمعة بعض المناضلين الذين كانوا يعملون في الحكومة، وذلك عبر تزويد بعض المواقع بمعلومات مغلوطة وتأليب الرأي العام الإريتري عليهم، كما حاولوا التأثير على حكومات البلدان التي يقيمون فيها عبر الاتصال وتقديم العرائض الكاذبة عنهم بغرض التشكيك في نزاهتهم وقدراتهم العلمية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المنتدى الإريتري للحوار الوطني عن حصوله على تفاصيل الخطط الإرهابية التي يزمع النظام القيام بها وحصوله على قائمة الأسماء التي ستقوم بتنفيذها، إلا أنه يتحفظ في الوقت الراهن عن إذاعتها. هذا وتضم قائمة أسماء العملاء أفراد ينتظرون تسهيل النظام لخروج أسرهم من إريتريا للانضمام إليهم، تعبيرا عن رفضها للسياسة الضريبية الجديدة والأتاوات المتعددة الأسماء. خرجت جموع من المحتجين على اجتماع ترأسه حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي، وكان الاجتماع قد عقد بقاعة البلدية في 24 من فبراير المنصرم بحضور ممثلي الوزارات الخدمية واستدعاء كل أصحاب المحال التجارية، بهدف الدعوة إلى سداد المستحقات الضريبية وفواتير الكهرباء والمياه والحراسة الليلية، ونقل النفايات والمساهمة في تغطية تكلفة الاحتفالات الرسمية. وأعلنت ممثلة وزارة السياحة عن إغلاق عدد 280 من محلات الخدمات والمقاهي بسبب التأخر في سداد الضرائب عن العام 2015، بينما أوضح ممثل وزارة المالية أن الضرائب حددت وفق تقديرات مصلحة الضرائب منعا لتلاعب أصحاب الرخص التجارية في كتابة الدخل الحقيقي لهم، وهدد بإغلاق المزيد من المحلات. إلى ذلك تحدث عدد من الحضور عن عدم تقديم الحكومة لأي من الخدمات، وأنهم يحصلون على السلع الضرورية بطرقهم الخاصة، كما أنهم يوفرون الطاقة الكهربائية والغاز والمياه والحراسة الليلية ونقل النفايات أيضا بوسائلهم الخاصة. وبعد احتدام الحوار غادر عدد كبير من المواطنين قاعة الاجتماع، ولم يكترثوا لدعوة حاكم الإقليم بالالتزام والجلوس حتى نهاية الاجتماع، مما أجبره على رفع الجلسة بعد تهديد ووعيد بفرض أقصى العقوبات على أصحاب المحلات التجارية والخدمية. منعت سلطات البلدية في أسمرة المواطنين من استخدام المياه المجلوبة من الآبار المنتشرة في أحياء أخرية ومادشتو ومايتشهوت وقدايف وقحوتة وماركاتو وأربعة اسمراء وعداق عربي،
وكانت تلك الآبار تحل للمواطنين جزءا من أزمة المياه المستفحلة في العاصمة وضواحيها. وجاء قرار المنع مستصحبا بتهديد شديد اللهجة لأصحاب تلك الآبار بإنزال أقصى العقوبات عليهم في حال استمرارهم في بيع المياه للمواطنين. ولم تكن الدوافع لإصدار هذا القرار المفاجئ ذات صلة بصلاحية مياه الآبار، بل أن السبب هو عدم تمكن الحكومة من حصر كميات المياه المستخرجة من تلك الآبار لفرض الضرائب على أصحابها. في اللقاء التقييمي لأداء وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي خلال العام 2015، أعلن مسؤول التعليم بالإقليم الأستاذ غرزجهيرت والدي عن تفاقم المشكلات تعيق العملية التعليمية، وقال أن هنالك مشكلات مزمنة تتمثل في النقص الحاد للمعلمين والكتاب المدرسي والمستلزمات الأخرى. لكن في الموسم الدراسي 15 و16 بعد 2000 زاد عليها عدم وجود الطلاب أيضا، حيث تدنت نسبة حضور الطلاب إلى أقل من 30% من مجمل الطلاب في مدارس الإقليم. جاء ذلك التصريح الهام في لقاء تقييمي انتظم بقاعة السينما مندفرة يومي أمس الثلاثاء وأول أمس الاثنين، حضره قادة القطاع التعليمي بالإقليم الجنوبي وممثلي مجالس الآباء في مدارس الإقليم. خلافا لمراوغات نظام الطاقية السياسة فورقي بشأن خدمة السخرة المسماة خدمة وطنية، جاء وزير إعلامه ليكشف نوايا النظام الحقيقية بهذا الشأن، فقد أكد يماني قبر مسقل أن حكومته سوف تستمر في برنامج عسكرة الشباب إلى أجل غير مسمى. الجدير بالذكر أن هذا التصريح لوكالة رويترز جاء عقب تصريحات سابقة وتعهدات قدمها النظام القمعي لدول الاتحاد الأوروبي بوضع حد زمني للخدمة العسكرية لا يتجاوز 18 شهرا. هذا وتشير الأنباء الواردة من إريتريا بأن الشباب والفتيات يفرون من الجيش والخدمة العسكرية رغم زيادة الرواتب المعلن عنها، في دلالة واضحة بأن غياب الحريات هو جوهر ما يعاني منه الشعب الإريتري وليست الأوضاع الاقتصادية وحدها. من جهته ذكر وزير خارجية نظام الاستبداد عثمان صالح لوكالة رويترز الأنباء بأن حكومته سمحت لممثلي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة سجن سنبل. ومن المعروف أن نزلاء سجن سنبل هم من المحكوم عليهم في قضايا جنائية، وليس من بينهم سجين رأي سياسي أو معتقد ديني أو متهم بالهروب من الوطن الذي استباحته سلطة الاستبداد. واعتبرت لجنة تقصي الحقائق لحالة حقوق الإنسان في إريتريا مسألة فتح سجن سنبل بأنه دعاية إعلامية للعلاقات العامة فقط، ولا صلة له بملفات التهم الموجهة ضد النظام بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من سجن وتعذيب وقتل وخدمة وطنية طويلة الأمد. وقالت اللجنة أن النظام عليه أن يسمح لها بالوقوف على الأوضاع بنفسها لأنها المعنية به. تناقلت وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية أنباء عن إطلاق نظام أسمر سراح أكثر من 80 مختطفا إثيوبيا عقب الحشود العسكرية على الحدود والتهديدات الإثيوبية بشن الحرب ضده. وحسب وسائل الإعلام فإن العصابة الحاكمة في إريتريا أطلقت أمس الأول سراح المختطفين الإثيوبيين الذين عادوا إلى إثيوبيا عبر السودان. من جهتها ناشدت جيبوتي إريتريا بإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين المعتقلين لديها، حيث طالب سفيرها في دولة قطر السيد مؤمن حسن حكومة إريتريا بضرورة الإفراج عن الأسرى الجيبوتيين لديها، والبالغ عددهم 17 أسيرا. جاء ذلك في حوار أجرته معه جريدة الوطن القطرية الصادرة في 28 من فبراير الماضي. وقال السفير الجيبوتي: لقد صبرنا طويلا، فالمواطن الجيبوتي ضاق ذرعا وهو ينتظر إطلاق سراحهم طوال مدة 5 سنوات دون أي بارقة أمل بشأن الإفراج عنهم. الجدير بالذكر أن السلطات الإريترية أسرت عددا من الجنود الجيبوتيين أثناء المعارك التي اندلعت على طول الحدود بين جيبوتي وإريتريا عام 2008، وأن قطر حاولت التوسط بين البلدين، إلا أن وساطتها لم تجد الاهتمام والاستجابة من قبل رأس العصابة الحاكمة في إريتريا. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.